السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم إبراهيم، شغال ومتخصص في مجال اللايت كارنت، وأنت بتتفرج على قناة هيثم إبراهيم المهتمة بكل ما يخص مجال اللايت كارنت. سبونسر معانا النهارده هو شركة بيست. شركة بيست هي إحدى الشركات المصرية اللي شغالة ومتخصصة في مجال اللايت كارنت، وليها ريفرنس وسابقة أعمال كبيرة جدا من جامعات وأماكن حكومية ومستشفيات في السوق المصري. هسيب لك في الديسكريبشن أو هسيب لك في أول كومنت الويب سايت بتاع الشركة لو حابب تتعرف أكتر عليها. هنتكلم النهارده عن الاكس كنترول. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات عن السيس تي في وبابليك ادرس والاوديو فيجوال. النهارده كمان هنتكلم عن الاكس كنترول، ودي حلقه هتبقى خاصه جدا بالاكس كنترول. فيديو النهارده هيتكلم عن هنتكلم النهارده عن الاكس كنترول، انظمه التحكم في الدخول والخروج. مفيش مكان مش بيستخدم الاكس كنترول، من مولات ومحطات مترو الانفاق وسينمات وجراجات كمان ومباني حكوميه ومباني اداريه وكل الاماكن، وفي النوادي كمان، وفي اي سمارت سيتي او في اي كومباوند كمان. بس فيديو النهارده محتاجك تكون مركز معايا، وتجيب بقى النسكافيه بتاعك او كوبايه الشاي يا باشا، وكمل الفيديو لغايه الاخر. هنتكلم عن حاجه سمارت، مش هنتكلم عن الاكس كنترول كله. الاكس كنترول محتاج اكتر من فيديو، ان شاء الله هنبقى نعملها ديت. بس النهارده جاي اكلمك عن سوليوشن سمارت جدا، كميات كابلات قليله، كمان شغال اوفر كلاود، وسعره كومباتيتيف جدا او سعره كويس جدا. ده هيناسب مين بقى؟ اي كومباوند او اي نادي، وممكن كمان اي ادمنستريشن بيلدينج او اي مبنى اداري. السوليوشن عباره عن الاتي. النهارده احنا في اي جيت من البوابات بتاعه اي كومباوند او اي نادي بيبقى المكونات الاساسيه بتاعتها الاتي. عندنا البارير سيستم، او عندنا نظام التحكم في الدخول والخروج عن طريق الارم اللي موجوده ديت. دي بتبقى لوحه وفيها موتور. اللوحه دي لوحه وجواها موتور زائد البورده. البورده بقى دي اللي بيبقى فيها كل الشغل، تمام؟ احنا هنربط ما بين البورده وبين الريدر. تاني يا عم هيثم، دلوقتي البوابه بتاعتنا اهي، عندنا نظام الدخول والخروج في اي كومباوند بقى، زي ما انت شوف حتى في نظامنا وانت داخل من القاهره لاسكندريه والعكس، هتلاقي فيه الدراعات او نظام الارم سيستم او البارير سيستم. ده انت هتعملها ازاي؟ هنعملها بشكل سهل جدا ومبسط ورخيص، وخصوصا ان احنا في ازمه الاستيراد ديت، فعاوزين حاجات تمشي دنيتنا بشكل سهل وسلس. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عندنا البوابه وفرد الامن قاعد هنا، وعندنا انا داخل بعربيتي ولقيت الارم سيكتور ده، الارم بارير دوت موجود، والبارير سيستم موجود. الريدر في كذا نوع من انواع الريدر، في الشورت رينج وفي اللونج رينج. نركز هنا بقى قوي. الشورت رينج دوت انا داخل بعربيتي، بيشوف بديله الكارد، بمشي كده بدي الكارد، بقرب جدا من مسافه مثلا من 0 لغايه 25 او 20 سم، بقرب الكارد، وبعد كده بيفتح البارير دوت، بيفتح انا بعدي بعربيتي. ازاي؟ الريدر اصلا، الريدر دوت ناخده هنا، الريدر هيكون مربوط باللوحه بكابل كنترول، وهتاخد منه فردتين بس، طرفين، ده اللي انت محتاجهم عشان يبقى اون واوف. دي كده اول حاجه بالنسبه للشورت رينج. في بعض الاماكن بيبقى صعب الشورت، لان مثلا لو العربيه طالعه على رامب، واللي بيسوق العربيه ديت حد كبير في السن او حد مش متمكن من السواقه بشكل كبير، والعربيه بالبلدي بتنزل منه، فكل شويه يبقى عاوز يطلع وينزل، فبتبقى ارهاق. في بقى اللونج رينج، ده بنشوفه بقى في النوادي، وبنشوفه لو انت داخل في اي كومباوند، سواء بقى في الساحل الشمالي او هنا كمان في القاهره. من بعيد يبقى ليه برضه طريقتين، يا اما العربيه ديت يبقى ليها تاج بيقراه من على مسافه ديت ممكن توصل ل 5 و6 متر، او عن طريق الكارد، او الكارد من بعيد بمرره بيفتح برضه ليا الريدر، بيدي اشاره للوحه، واللوحه بتدي اشاره للدراع، الدراع يفتح، العربيه تعدي. انا بكلمك بقى عن سمارت ريدر في الاتي. عد معايا بقى وركز معايا قوي قوي في ده. مبدئيا السمارت ريدر دوت فيه بلوتوث، وشغال كمان اوفر كلاود يعني بالابلكيشن، وشغال شورت رينج يعني ممكن بالكارت بتاعك تدخل ايه، وشغال طبعا ايه لونج رينج.
يبقى انت النهارده عندك ريدر محتاج له بس نقطه كهرباء، محتاج له بس نقطه كهرباء، دي رقم واحد. رقم اتنين، ممكن ما تحتاجلوش اصلا نقطه نتورك او نقطه شبكه. ليه؟ لان الريدر ده بيبقى كمان شغال اوفر كلاود، فبيلت ان فيه ممكن نزود له كمان ال 4 جي او ال 5 جي، فبالتالي احنا ممكن ناكسس الريدر ريموتلي. دي كده رقم واحد. رقم اتنين، انا بقى كاونر في المكان استفدت ايه؟ استفدت ان انا منزل ابلكيشن على الموبايل على السمارت فون بتاعي، وهسيب لك الداتا شيت وشكل الريدر تفصيلا في الديسكربشن ان شاء الله. استفدت ان انا النهارده عاوز مثلا اعزم حد يجي لي، ببعت له عن طريق الكيو ار كود، لان كان برضو من ضمن مميزاته ان هو بيسبورت الكيو ار كود. ببعت له زياره او ببعت له انفيتيشن مثلا لهيثم، عاوز ابعت زياره لهيثم او انفيتيشن لهيثم يجي لي مثلا النهارده 28/5 بالليل، بكون فاتح له الوقت من الساعه 9 لغايه الساعه 12 عشان عارف ان هو هيجي مثلا 9 وياخد قعدته وبعد كده يمشي الساعه 11 ونص. دي رقم واحد. رقم اتنين، انا ببقى متتبع كل الخطوات بتاعه الضيوف اللي جات لي الفترات اللي فاتت، كل ده عن طريق الابلكيشن وعن طريق الريدر اللي احنا بنتكلم عليه، لان هو ريدر اول ان وان. هو ريدر اصلا فيه الكنترول بتاعه، دي حاجه. الحاجه ثانيه وكمان السوفت وير بتاعه هيبقى اوفر كلاود، وبيقدر يديك الامكانيات دي كلها. تقدر انت عن طريق الابلكيشن، انت كيوزر عادي تفتح الابلكيشن زي ما انت هتشوف في الصور كده، تفتح الابلكيشن وهتيجي تدوس مثلا اوبن دور، فتلاقي فتح الباب، ادى اشاره فتح الباب. او ان هو يشتغل بلوتوث، ممكن برضه عن طريق البلوتوث من مسافه فوق ال5 متر يفتح الدراع ويمررني وانا داخل. دي حاجه ظريفه جدا. وكمان بيشتغل على الاي او اس وبيشتغل على الاندرويد، وطبعا بيشتغل ويب. فبالتالي الاوبريتنج سيستم بتاعه نظام التشغيل سهل جدا، يعني اي حد معاه اندرويد شغال، اي حد معاه اي او اس او ابل شغال. كمان انا النهارده كادمن جوه الكومباوند، لو في مثلا فتره من الفترات جوه الكومباوند هنقطع مثلا الكهرباء من الساعه 5 ل 5 ونص، ببعت مسج لكل السكان: يا جماعه خلي بالكم ان الكهرباء في الزون الفلانيه هتقطع من 5 ل 5 ونص. اي مسج بقى انا عاوز اعملها. زي كمان بيتيح لي انا كادمن او كراجل بدير الكومباوند سواء انا مدير الامن او سواء انا مالك ورئيس مجلس اداره الكومباوند بشوف لو في حد من السكان مثلا المفروض يدفع الفلوس بتاعته او الاشتراك السنوي وما دفعش، فهو طبعا بمنعه من دخول الكومباوند لغايه طبعا ما يدفع الفلوس. طبعا دي حاجه مش بنفضلها ومش بنحبها، بس احنا بنقول امكانيات السوفت وير يقدر يعمل لي ايه. فدي حاجه سمارت جدا. انت النهارده ريدر يقدر تشتغل بيه لو انت عندك كارت، دي رقم واحد. لو انت عاوز تشتغل لونج رينج، لو انت عاوز تشتغل اوفر كلاود، تقدر تشتغل مش محتاج حاجه خالص غير نقطه كهرباء. ولو انت مش هتشتغل ب 4 جي او 5 جي تبقى محتاج نقطه نتورك، وهيوصل لغايه اقرب سويتش، ومنه برضو نقدر ناكسس وندخل بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه. طبعا يا جماعه السمارت سيستم لا غنى عنها دلوقتي، مفيش مكان ما فيهوش سمارت سيستم، ودي احدى اشكال السمارت سيستم. طبعا في اشكال تانية ان انا ممكن ادخل واخرج من الجيت، وهنتكلم عنها ان شاء الله في فيديوهات تانية. يا رب الفيديو يبقى مفيد ليكم وقدر يوصل لكم الفكره بتاعه السمارت سيستم بالسمارت ريدر بشكل مبسط وشكل سريع. لو حد فيكم عنده استفسار او اي كومنت يكتبه لي. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك لو الفيديو عجبكم ان شاء الله، وشير على قد ما تقدروا، ان بيفيدنا بشكل كبير وبقى مبسوطين وبيقدر مجهودنا، وكانك انت كده بتقدر مجهودنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.